رح نعمل وصفة لذيذة جدا، مكوناتها بسيطة ومغذية. رح نعمل رز بحليب. رح نعرف كيف نقدر ناخد القوام المزبوط للرز بحليب بمكونات جدا بسيطة على طريقة أهلنا القديمة. إذا كنتوا أول مرة بتشوفوا القناة، أهلا وسهلا فيكن. أنا صبا. فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس لتصلكن دايما كل الفيديوهات الجديدة. رح استخدم 2 كيلو حليب بدرجة حرارة فاترة. رح اخد من 2 كيلو تقريبا كاسة ونص او كاستين حليب. رح احطهم في وعاء تاني حتى انقع فيه الرز. الرز رح اقلكن قديش رح نحتاج لكل كيلو. كل كيلو رح نحتاج فنجان رز مصري او رز قصير، الفنجان المقاس الكبير. رح نغسل الرز غسلة سريعة. كتير ضروري ما نبالغ في غسله حتى ما يفقد النشا الموجود فيه، لأنه النشا هو اللي رح يساعدنا على تماسك الرز بحليب. طبعا نحن ما رح نضيف لوصفتنا أبدا نشا، رح نعتمد فقط على النشا الموجود بالرز. بعد ما غسلته غسلة سريعة دور واحد رح أنقعه بالحليب الفاتر بالكاسة ونص اللي تركناها على طرف. اتركه منقوع حوالي ساعة ونص لساعتين حتى الرز يفتح عندي، وبعد هيك رح أبدأ بوضعه على النار. طبعا أنا هون ضفت الحليب ورح أضيف عليه الحليب مع الرز. رح نحطه على نار هادية جدا جدا. لازم ضروري نقلب الحليب كل 10 دقايق حتى ما يلزق عندي الرز بأسفل الطنجرة. كتير ضروري التقليب، ما نتركه على النار ونمشي، لازم نقلب كل شوي وطبعا على نار هادية. بياخد معنا وقت منيح حتى ينضج، يعني تقريبا 3/4 ساعة. رح نستمر بالتقليب حتى نلاقي الرز عندي صار مستوي وصار قوام الحليب متماسك نوعا ما. رح أفحص الحليب، لاحظوا كيف على المعلقة الحليب تماسك، هذا دليل انه الرز بحليب صار جاهز. راح اضيف السكر، راح اضيف بنفس الفنجان اللي عيرت فيه الرز. راح اضيف فنجانين سكر لكل كيلو فنجان سكر، وطبعا ممكن تقللوا الكمية او تكتروها. المطيبات اللي بنحطها مع الرز بحليب عادة هي الماء الزهر، وممكن كمان تضيفوا مسكة دروس كمان بتطلع كتير طيبة من متوفرة عندي، فلذلك اكتفيت بمية الزهر. وممكن كمان نضيف فانيليا أو بشر برتقان، هدول بيكونوا اختياري، بس الوصفة الأصلية هي يا ماء زهر. هلا بدي ابدا بسكب الرز بحليب. لازم كل ما نسكب بكاسه او بصحن لازم نحرك الحليب حتى نقدر ناخد كميه متساويه من الحليب والرز. مثل ما لاحظتوا الوصفة جدا بسيطة، أهم شيء يكون المعايير صح، ومقدار السكر مثل ما قلت لكم ممكن تزيدوا وممكن تنقصوا. وكمان لازم الرز ما نغسله كتير، ولا تضيفوا المكونات اللي بتسمعوها كتير موجودة على النت، نضيف نشا أو نضيف حليب بودرة أو نضيف قشطة. نحن مادام ما هو حليب عنا حليب منيح كويس، فأكيد رح يكون معنا وصفتنا طيبة ولذيذة. بعد ما برد وتماسك تماما رح نقدمه. أكتر شي بيلبق لتقديم الرز بحليب هو الفستق الحلبي. دائما بيقدموا مع الرز بحليب الفستق الحلبي،
يعني طبعا هو كزينة ممكن الاستغناء عنه. وهذا هو الشكل النهائي للرز بحليب. لاحظوا القوام متماسك بدون استخدام نشا، وبدون استخدام قشطة أو أي مواد تانية أو كريمة طبخ. يعني هي الطريقة التقليدية الأصلية. رائع جدا والطعم جدا لذيذ. بتمنى تكون عجبتكم وصفة اليوم. إذا عجبتكم وصفة اليوم لا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، وبشكركم من كل قلبي على حسن المتابعة.